لارين بالدكتورة رفيف الياسري لا زالت في دار التشرد. إذا عيونكم نامت أنا ما نمت، وإذا طابلكم مأكل ومشرب أنا ما طاب لي مأكل، وإذا تطلعون للشغل وهمكم بس الماديات أنا ترى ساكنة المحاكم. العام الدراسي فات عليها، والله حس صحي تردد. اليوم قدمت طلب للمحكمة إنه تحط الطفلة الطرف تختار الطفلة حتى نكمل دراستها، حتى وضعها الصحي يتحسن، حتى تخلص من هذا المكان. اصلا المحكمه ما رفضت، المحكمه وافقت، قالت بس يجي الطرف الاخر اللي هو ابوها، حتى نكون واضحين وامام الكل والاعلام السلطه الرابعه والناس يحكمون. دزت تبليغ المحكمه لابوها، باكر لازم يحضر وساعه قبل يحضر، لانه مو بصالح الطفله طول فتره بهذه الدار، حتى يتفق الكل الاطراف على نحطها على الطرف ثالث، لان اجراءات المحكمه تطول. طرف تختار الطفله وين تريد ترتاح، خليها، مصلحه الطفل فوق كل شيء. خليكم على بينه وعلى وضوح وغير كلام لا تسمعون، هاي الحقيقه. باكر لازم يجي الاب ويوقع، مثل ما دخل الطفله دار التشرد يطلعها ينقذها، لان بنتها راح تضيع، البنيه راح تضيع، مستقبلها راح يضيع، دراستها راح تضيع، صحتها راح تضيع. لا ينشرون شيء والواقع شيء، نشروا انهم موافقين على طرف ثالث. باكر يجي المحكمه يوقع ويطلع الطفله وتنحط الطفله على الطرف الثالث، والخصومات والاجراءات والتحقيق هذا بحث اخر، بس اهم شيء مستقبل الطفله لا يضيع، اهم شيء حياه الطفله لا تضيع.